الحسن المرقسي بالمالتي. هنقرا جزء كده في الإنجيل ونبتدي نتكلم فيه. ساعات من الأسباب اللي تخلي في عدم احتمال في البيت الظروف المادية. الظروف المادية دي علينا كلنا، يعني الحال على قده، الظروف صعبة، الدنيا غالية، المعيشة بقت ضيقة مش زي زمان، فتلاقي ان الزوج مش قادر يسمع مراته تقول هات حاجة، او الزوجة مش قادرة، عايزة حاجات، عايزة تمشي بيتها، فده ساعات بيجيب مشاكل. الولد او البنت بيبقوا محتاجين يعملوا حاجات في حياتهم، يعني اللي عايزة تشتري حاجة، اللي عايز يطلع مؤتمر زي الصيف كده، اللي عايز مش عارف يعمل ايه، كل ده محتاج. فالظروف ساعات بتعمل مشكلة. كمان الضغوط والاسترس اللي احنا عايشين فيه، الضغوط اللي حوالينا، تلاقي كل الناس، كل البيوت مضغوطة، ضغط في الشغل وضغط في الشارع وضغط في البيت وضغوط بشكل مستمر. تبقى الواحد ساعات ما بيبقاش حامل حد يجي جنبه كده. موضوع بقى المقارنات، والمقارنات ده انا عايز يعني اقف عنده شوية. موضوع الميديا زمان الناس يعني الكبيرة شوية لما كانت بتقارن، لما تسافر مثلا لناس قرايبها، لما تروح تزور حد، لما تقابل حد ويحكي لها، يا دوبك هو ده اللي نشوف حد جيراننا جاب حاجة، حد مش عارف عمل فنبتدي نقارن. دلوقتي الموضوع مختلف. دلوقتي اي حد بيبص في موبايله، الست بقى وهي قاعدة، ولا الولد او الراجل وهو قاعد في البيت وباصص في الموبايل، شوف فلان راح فين، صيف فين، شوف فلانة عملت شوف فلانة جابت شوف خدها وراح المطعم ومصورين نفسهم في المطعم وهم بياكلوا. طب انت ما بتعمل لناش ليه كده؟ شوف جاب لها ومنزله الصوره دي على الفيس ولا على ايا كان بقى الحاجات الكتيره دي. شوف مش عارف شوفي شوف جابوا غيروا الشقه، شوفوا جاب تكييف مقارنات 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 كتير. وما بقاش في شكر، ما بقناش بنبقى راضيين بحالنا، ما عندناش الرضا. فده بيزود عدم الاحتمال في البيت. الشكوى الكتيرة، بنشتكي كتير، بنشتكي كتير. اشمعنى فطول ما انا عيني بص على حاجة غيري ما عنديش الشكر، ما عنديش الرضا، فببقى متضايق او ببقى متضايقة. كل ده يجيب عدم احتمال ومشاكل في البيت. المشغولية، والمشغولية دي كمان بتجيب مشاكل كتير. ولسه كان عندي مشكلة صعبة يعني. زوج يعني شاب ربنا مديله يعني، فمشغول في شغله قوي، رجل اعمال صغير كده يعني، ومركز، متجوز طبعا جوازه كويسه، بيت كويس، مستوى كويس، ساكنين مش عارف في الحته الفلانيه بتاع، يعني حاجه فخمه كده.
بس مشغول عن مراته. مشغول عن ايه؟ مراته. مشغول عن عياله، طول الوقت بره، طول الوقت ما بيتكلمش. وحتى لما يبقى في البيت بيبقى فيه ايه؟ هو طول الوقت عمال يفكر في هيعمل ايه في الشغل الفلاني، وهيعمل ايه في المكان الفلاني، وهيسدد الفلوس دي ازاي، وهيسدد القسط ازاي، وهيعمل ايه. مشغول مشغول. الزوجة قاعدة في البيت، والشر ده بقى في ايد كل واحد فينا، شيطان. حد بقى من اصحابها قال لها كلمة مش عارف ايه، بعت لها ايه بتاع، يعني هو اكتشف الكلام ده. مشاكل ومشكلة كبيرة حصلت، لدرجة عدم الشر بقى اللي اتخيلوا في دماغه حاجات كتيرة صعبة. بس الأصعب لما أبوه دخل عشان يصلح جوه بيته، وحب طرده بره البيت. تخيلوا، قال له اطلع بره. أبوه الموضوع صعب، والناس ما بقاش يعني عندها قيم ومبادئ للأسف، عشان سيبنا الإنجيل. عشان سيبنا إيه؟ الإنجيل. الإنجيل ما بيتفتحش في بيوت كتير، عشان كده المشاكل ابتدت إيه؟ تظهر كتير. وعدم الصلاة في البيت يخلي المشاكل تظهر إيه؟ كتير. طيب هنقرأ جزء صغير كده في رسالة بطرس الأولى الإصحاح 3 من آية 1. بيقول إيه؟ كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن، حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة، يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف، ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر، تحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله كثير الثمن. فإنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله، يزينهن أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها، التي صرتن أولادها صانعات خيرا وغير خائفات خوف البت. كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة، لكي لا تعاق صلواتكم. والنهاية كونوا جميعا متحد الرأي بحس واحد، ذوي محبة أخوية، مشفقين لطفاء، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، عالمين إنكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة، والمجد لله دائما أبديا آمين. تعالوا بقى عشان نقدر نحتمل بعض في البيت، نشوف الكتاب عايزنا نبقى ايه. الرجالة لازم تفهموا الست، والست لازم تفهمي الراجل، عشان لو سمعنا الكلام ده نقدر ايه؟ نبقى هادين، يبقى بيت وديع، يبقى بيت زي ما ابونا كده بيقول بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت ايه؟
بركة. طيب أول حاجة نبتدي بالست عشان نفهم الست. أول حاجة بيقول إيه؟ الزينة. ربنا خلق الست حلوة وجميلة، ليها مظهر كويس، أكيد لازم تهتمي بالزينة الخارجية، محدش قال لأ. لكن ربنا والكتاب عايز الزينة الإيه؟ الداخلية. الزينة الداخلية اللي هي الإيه؟ القلب. الزينة الداخلية اللي هي الإيه؟ القلب. عايزكم قلبكم مع ربنا، ولما القلب يبقى مع ربنا أقدر يبقى قلبي مليان بنعمة ربنا، أقدر أحتمل أي مشكلة أو أي حاجة جاية لي منين؟ من بره. بالظبط كده عاملين زي الواحد لما بيبقى جاي خبطة في إيده كده بيتوجع، لكن لو لابس جوانتي أو حاطط حاجة على إيده الخبطة بتبقى إيه؟ أخف. نفس الفكرة كده علاقتنا مع ربنا، الزينة الداخلية، علاقة الزوجة وعلاقة الأم بربنا. لأني أنا بشوف دايما الست هي عماد البيت، الأساس اللي بيتبني عليه الإيه؟ البيت كله. فالأم لو قوية ثابتة في ربنا، مؤسسة بيتها على الإنجيل، مرسسة بيتها على الكتاب المقدس والصلاة، البيت ده يفضل إيه؟ بيت على إيه؟ الصخر، بيت ما يتهزش. ليه؟ أنا أم واعية. عايز أقول لكم حاجة حلوة. طبعا أنا عارف موضوع الشغل والكده ستات، فيه ستات بتشتغل، بس أنا عايز أقول لكم حاجة. يعني لسه كنت مع حد، واحدة يعني شغالة بوزيشن كبير، وظيفة كبيرة يعني، بس عندها لسه أولادها صغيرين، ولسه كانت بتتكلم معايا إن هي عايزة تسيب الشغل. ليه؟ عشان عايزة تربي أولادها. اوعي تفكري إن القعدة في البيت عشان تربية الولاد دي حاجة وحش، بالعكس، ده أهم مليون مرة من الفلوس اللي ممكن ندخلها البيت. أنا ما بقولش إن أنتوا تسيبوا شغلكم، بس أنا بقول لو الست قاعدة في البيت ما تتضايقيش إن أنت قاعدة في البيت. أنت أهم حاجة عندك تربية إيه؟ ولادك. ركزي فيها أكتر، علميهم يقفوا يصلوا، اقعدوا احكوا لهم حكايات من الكتاب المقدس، تعلموا ان انتوا كبيت يتجمع يقرا فين؟ في الكتاب المقدس. انا فاكر يعني وانا صغير لما بابا وماما كانوا يجمعونا كده، كان بالليل كده كان ايه؟ نيجي عندنا ركن في الشقه عندنا، انا فاكره لغايه دلوقتي كانه لسه امبارح يعني. في ركن عندنا كده في صوره المسيح مصلوب، وفي صورة العذراء شايلة المسيح، وصورة قديس تاني. والركن ده بنقف نصلي فيه بالليل صلاة النوم كلنا، أنا ووالدي ووالدتي وإخواتي، وبعد كده نخلص الصلاة نقعد كلنا في الصلاة، نقعد كلنا كده، بابا وماما يقعدوا يقروا لنا الإنجيل، وإحنا لما كنا نبتدي نقرا شوية نبتدي نتكلم ونقول بقى. فبابا او ماما يسالوا: يا فلان انت اتعلمت ايه النهارده؟ فهمت الحته دي؟ اتعلمت ايه النهارده؟ فهمتي؟ ده مهم جدا. كمان اتعلموا ان انتوا والام بالذات لما ابنك او بنتك يروح مدارس الاحد ويرجع، سيبيه ان هو راح مدارس الاحد وخلاص، لا، لازم تسألي الطفل أو الطفلة أو الولد أو البنت: خدتوا إيه النهاردة؟ تعلمتوا إيه النهاردة؟ إيه حفظتي آية إيه النهاردة؟ أو حفظت آية إيه النهاردة؟
مش انا فرحانه رايحه من الكنيسه وجايه من الكنيسه ولا انا متابعه وماسكه الموبايل وناسيه الولاد. لا، دي الزينه الداخليه، دي الزينه الداخليه. تاني حاجه المتوكلات على الله. الاتكال على الله خير من الاتكال على على البشر. اتكال على ربنا. الستات الحكيمات دايما يتكلوا على ربنا، وهم عشان كده كنت بقول ان الست لما حتى يجي زنقه في البيت بتعرف تدبق امورها. عندي ستات حلوه قوي لما يجي يقعدوا معايا، الظروف نشكر ربنا يا ابونا، الدنيا وبتاع نشكر ربنا يا ابونا الحمد لله. طب انتي عايشه ازاي؟ يعني بروح اعدي اجيب من الفرارجي كده شويه اجنحه صغيره واحطهم يبقوا في الميه يغلوا يبقوا شوربه، اعمل بيهم مش عارف رز وبتاع، والحمد لله الدنيا مستوره وحلوه. في ستات بتعرف تدبق امورها، تحط حاجه على حاجه، تقعد تحوش كان عندي ست صدقوني كنت بساعدها، جيلي من حته بعيده يعني، ساعدها بمبلغ بسيط يعني 200 جنيه، مش حاجه قويه يعني. فمره كانت قاعده معايا تقول لي يا ابونا ينفع اخد من الفلوس اللي بتدهاني دي هحوش منها عشان اساعد، اقعد احوش حاجه على حاجه كده عشان اجيب ملايه اساعد بيها واحده هتتجوز، او بنت داخله يا عيني ظروفها مش قد كده، مع ان هي الست ظروفها على قدها خالص، بس بتدبر امورها وكمان بتطلع تساعد غيرها، وبيعلموا ده لاولادهم في البيت. فالعيل او البنت اللي طالعه في بيت زي ده تبقى طالعه عارفه ان هي دايما لازم تدي، لازم تساعد. كان عندي اسره حلوه قوي دايما كده يقعدوا يلبسوا، يجيبوا حاجاتهم يلبسوها مرتين ثلاثه، هم مقتدرين يعني، بس يلبسوها مرتين ثلاثه ويقولوا بس احنا مش هندوبها نخليها عشان قرب العيد نوديها للكنيسه عشان الناس تقدر تلبس، فتبان ان هي جديده. الفكر دايما الاتكال على الله. عشان كده الست اللي بتتكل على ربنا بيبقى عندها بركه في بيتها. تعلموا دايما كده الستات، انا عارف ان انتوا شاطرين يعني، بس دايما وانت بتعملي اكل ارشمي الصليب، ارشمي الصليب، بتشتري حاجه ارشمي عليها الصليب، حاسه ان الحاجه قليله ارشمي عليها الصليب، تلاقي البيت كل وشبع وفاض. صدقوني البركه، والبركه ده على فكره هو احساس البركه في البيت. كور الدقيق ما بيفرغش والزيت ما بينقص، في بركه، دايما في بركه في البيت. الستات المتوكلات على الله تخش بيتها دايما تلاقي عندها حاجه، دايما تعرف تضايف اللي يجيلها. ليه؟ في بركه في البيت. ليه؟ عشان متكل على الله. عشان كده في ستات حلوه لما يجي زنقه في البيت تقعد تطمن جوزها، ما تخافش هتعدي، يا ما عدينا بظروف اصعب من كده، ما تخافش ربنا معانا. احنا نسيبها على ربنا، وربنا في الراجل يبقى مطمن مرتاح. ليه؟ عشان معاه ست حكيمه بتدبر امورها، متكل على على ربنا. هاجي النقطه بقى صعبه. خاضعات لرجالهن. ودايما احنا بنيجي في الاكليل نتريق والناس تقعد تضحك،
لما بنيجي نقول كانت سارة تخاطب إبراهيم يا إيه؟ يا سيدي. بس على فكرة ده كلام ربنا. وعلى فكرة الست اللي بتخضع لجوزها بيتها دايما بيبقى إيه؟ عمرنا. همثلها لكم. احنا دايما الجواز راس وجسم. دايما الجواز ايه؟ راس وجسم. كما ان المسيح هو رأس ايه؟ الكنيسة. الكنيسة هي جسم الايه؟ المسيح. بس في ايه؟ راس وفي جسم. عمرنا ما شفنا الايد متضايقة ان جاي لها اشارة من المخ، تمام؟ اني اعملي ده، ما تضايقناش. ولا الايد قالت انا ليه مشيني المخ ده يمشيني ليه؟ ما انا بعرف اتحرك لوحدي. لا بس برضو المخ مش هيشتغل لوحده، لازم له ايه؟ جسم. لازم له ايه؟ جسم. احنا زي بعض فين؟ في الكرامة، لكن لازم في مخ وفي ايه؟ جسم. لازم الست تبقى خاضعة لايه؟ للراجل. هنيجي للراجل، تمام؟ احنا كده خلصنا الايه؟ الست. انا مطول عليكم ولا؟ طيب، الراجل بيقول ايه؟ كذلك ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة. حد عارف ايه هي الفطنة؟ الفطنة اللي هي الحكمة. يعني الكتاب بيقول لك كون حكيم، شغل عقلك، ما تشغلش عضلاتك. ما تشغلش ايه؟ عضلاتك. ساعات للأسف سامحوني يعني يا رجالة، معلش بس هقول حاجة ما تزعلوش، ما أنا زيكم يعني. للأسف في ثقافة دخلت علينا وبقينا ماشيين ايه؟ وراها. في ثقافة دخلت علينا وبقينا ايه؟ ماشيين وراها. مش معنى ان انا بقول ان الست تخضع للراجل معنى ان انا اتحكم وخلاص، بعدم حكمة وبعدم محبة. محدش قال كده. او انا لازم اثبت رجولتي، انا الراجل. لا، سامحوني يعني، لو الراجل غصب الست ان هي تعمل حاجة غصب عنها عشان بقول ان انا الراجل، انت نفذت كلمتك، صح؟ انت نفذت ايه؟ كلمتك، مظبوط. بس للأسف انت، سامحوني بتسقط من نظر مراتك، وبقيت هي عايشة معاك عشان خايفة منك بس، لكن جواها مفيش احترام تجاهك. عشان كده لازم الفطنة، لازم ابقى حكيم. انا عايز امشي كلمتي في البيت، وده صح، لاني احنا بنقول راجل رأس المرأة، لكن بالمحبة، بالحوار. وما فيهاش حاجة اني لما بنبقى عايزين حاجة في البيت ونقعد يعني نتحاور فيها، يا سيدي انت مرة تجيب حاجة، الشهر اللي بعده هي تجيب الحاجة اللي هي عايزاها. لان التعاون والحوار في البيت مهم، وده اللي بيبني البيت. عشان كده ولادنا لما يشوفونا بنتكلم باحترام، ويشوفوا بابا بيحترم ماما وبيخاف عليها وبيقدرها، وماما بتسمع كلام بابا وبتحترمه وبتقدره وصاينة كرامته،
البيت ده بيطلع ايه؟ بيت متزن. بيت ايه؟ متزن. بيت مليان حكمة، بيت عمران، مفهوش خناقات كتير، مفهوش مشاكل كتير، مفهوش ايه؟ خناقات ومشاكل كتير. عشان كده البيوت الحلوة تلاقي فيها الراجل راجل رائع، راجل بيخاف على بيته، بيخاف على مراته، بيخاف على اولاده، وبالتالي مراته مش عايز اقول لكم بتعشقه، تعشق التراب اللي ماشي عليه. ليه؟ لان هي حاسه بالامان معاه، عشان كده هي حاسه برجولته. دايما الست، عشان كده هو بيقول لك عيشوا معاهم كالاناء الاضعف. هم اناء ضعيف لكن معطينا ايهن ايه؟ كرامه كالوارثات ايضا، اللي هيورثوا فوق فين؟ في السماء. عشان كده البيت يبقى عمران، وعشان كده الست تقدر تحتمل طول ما ايه؟ طول ما الظروف صعبة، بس الست محتملة. عشان ايه؟ هي محترمة راجلها، وبتحبه وبتقدره وواقفة في ظهره. وكمان الراجل بيدي قوة في البيت وجود. عشان كده ربنا خلق الراجل والست الاتنين مع بعض، والاتنين دايما بيكملوا بعض. فعشان كده تلاقي البيت، تلاقي الولاد محتملين الظروف. ليه؟ لأن ماما بتقول يا ولاد لا ما ينفعش، وبابا بيقول بص يا ولاد لما بنيجي نقعد كده، بص يا ولاد أنا ظروفي اليومين دول 1 2 3. ممكن الأول الظروف ما تسمح هنبتدي إيه؟ نجيب 1 وبعد كده شوية نجيب 2 وبعد كده شوية نجيب 3، بس أهم حاجة إيه؟ إحنا مع بعض، وأهم حاجة إيه؟ نصلي. فتلاقي البيت ايه؟ راجل عنده حكمة، بيعرف يتصرف، بيطلب مشورة ربنا. قول له رب اديني نعمة، يا رب خليني اعرف امشي البيت ده بارادتك، خليني اعرف امشي البيت ده بحكمتك، اديني القوة واديني النعمة. وانا داخل البيت ارشم الصليب، اقول له يا رب حط السلام في بيتنا. لو مراتي حتى يعني متعصبة شوية هحتملها، هعدلها شوية. وانا برضو لو جوزي جاي تعبان متنرفز في حاجة مضايقاه بحتمل، بعدي الامور. ولما الدنيا تبقى هادية انا زعلت منك في كذا، او انا زعلت منك في كذا. فتلاقي في ايه؟ هدوء، نعرف نتكلم ايه؟ بشويش، لان في ايه؟ في فطنة، في حكمة. معطينا اياهن كرامة كالوارثات ايه ايضا. زي ما قلت كده هي اناء ضعيف بس زيك في الكرامة. عشان كده لما ربنا خلق ايه؟ ادم وايه؟ وحواء. تمام؟ ادم ومين؟ وحواء. كان ممكن يخلي الدنيا ادم بس، صح؟ كانش خلق حواء، لكن خلق حواء ليه؟ معين تعينه، نظير زيه. فلما بديها الكرامة بتاعتها هي بتقدر ده وبتقدر ايه؟ تحتمل. كمان في الاخر بيقول لك ايه؟ في النهاية كونوا جميعا متحد الرأي بحس ايه؟ واحد. بحس ايه؟ واحد. يعني ايه بحس واحد؟ الحس مش اللي هو الصوت، الحس اللي هو الاحساس. الحس اللي هو الايه؟ الاحساس. انا حاسس بمراتي ومراتي حاسه بيا. ساعات يا جماعه في البيوت المشاكل اللي بتجيلنا الراجل يجي مثلا يقول
دي مش حاسه بيا، دي عماله مش عارف تعمل ايه، دي عماله تصرف الفلوس في ايه، ده انا طلعان عيني، ده انا مش عارف ايه، دي ما ايديها طول الوقت. والست تيجي تقول هو برضو مش حاسس بيا، هو مش مقدر انا بعمل ايه. ممكن تبقى شغاله وترجع من الشغل تطبخ، وترجع من الطبيخ تقعد تذاكر مع الولاد وتنظف البيت او حتى لو قاعده في البيت هي طول الوقت ايه، ست يعني ده دبان كده يعني ما بتهمتش. لو انا حسيت قد ايه مراتي دي بتتعب، انا بس عايز اقول للرجاله حاجه صغيره، معلش يعني سامحوني. جرب في يوم اجازه واحد، يوم اجازه واحد جرب خد شغل الست في البيت، شوف هتقدر تعمله ولا لا. تطبخ وتغسل مواعين وتمسح شقه وتذاكر للعيال وتحمي وتلبس، وتعرف مش تعرف، صدقوني هتعرف ان شغلك اسهل. شغلك بره ايه مهما كان طلعان عينك فيه بس اسهل، صدقوني. وانتي برضه يعني مش هاجي كله على الراجل، يعني بقاش الراجل جاي تعبان وطهقان والجو حر وبتاع وطلعان عينه في الشغل، وخصوصا لو شغال مجهود كمان بدني، وتيجي بقى تقولي له الولاد وبتاع والعيال وعايزين مش عارف ايه وعايزين. نختار الوقت يا جماعه، نختار الوقت. فانا الحس الواحد الكتاب بيقول عليه ده، انا حاسه بجوزي قد ايه هو تعبان بره وشقيان وبيتعب، وانا كمان حاسس بمراتي ان هي تعبانه في البيت وشقيانه في البيت وطلعنا عينيها مع الولاد. البيت المسيحي يا جماعه المظبوط والصح اللي حاسس كل شخص عايز يريح الطرف التاني. يعني انا عايز اريح مراتي ونفسي على قد ما بقدر وعلى قد مجهودي وعلى قد امكانياتي ان انا عايز اريحها، وهي حاسه بده وشايفه ده. ونفس الفكره انا حاسه بجوزي لانه تعبان ومجهود وطلعان عينه، اقعد اصلي له في البيت واقعد اقول له يا رب دبر له الخير، يا رب اديله القوه، يا رب حافظ عليه، يا رب خليه لنا. فانا عايز اريحه برضه، وهو ايه عايز ايه يريحني. طول ما كل طرف باصص على راحه التاني، البيت ده دايما ايه، بيت ايه، ثابت وعمران. اول ما ببص على نفسي انا عايز وانا عايزه، البيت ده ايه، بيخرب. وكل واحد بيبقى بيبص على يبقى اناني، بيبص على نفسه. فالبيت ده عمره ما ايه يحتمل، عمره ما ايه يحتمل. اخر حاجه، محبه اخويه، مشفقين لطفاء. ابقى لطيف، مشفق على زوجتي، مشفقة على جوزي، بعامل زوجتي بلطف وهي كمان بتعاملني بلطف. يبقى في بيت كده دافي. تلاقي الولاد في البيت طالعين دايما عمرهم ما شافوا خناقة في البيت، عمرهم ما شافوا مشاكل في البيت. ممكن انا وهي نختلف بس مع بعض، مش قدام ولادنا. فالبيت ده يطلع يشوف ايه، بابا وماما ده انا عمري ما شفت بابا وماما ايه بيتخانقوا، ولا بابا بيهين ماما، ولا بابا بيمد ايده على ماما، مفيش. لكن لو العكس، ربنا يحميكم ويحمي بيوتنا، عشان الواحد شاف حاجات صعبة عشان الراجل كان غير حكيم او الست كان غير حكيمة، الولاد طالعين بنفسيات صعبة، وفي عيال ضاعت، وفي عيال ادمنت، وفي عيال دخلت السجن، وفي عيال ماتت، صدقوني. كل ده بعدم
حكمة وبعدم احتمال. الخلاصة، الستات احنا محتاجين الزينة الداخلية، القلب، محتاجين نكون متكلين على الله، محتاجين نكون خاضعين لرجالنا. رجالة محتاجين نكون عندنا حكمة في التعامل، بنعاملهم كإناء أضعف، يعني مشفقين عليهم، عارفين إن هم يدوبك إناء أضعف، لأن ربنا خلقهم كده. خلقني أنا القوي، خلقني أنا الراجل. عشان كده على فكرة عايز أقول حاجة صغيرة نسبة الرجولة دي. السيد المسيح جه راجل، صح؟ مش كده؟ ليه جه راجل؟ عشان لما ربنا خلق الإنسان خلقه الأول مين؟ آدم. السيد المسيح هو آدم الإيه؟ الجديد. آدم الإيه؟ الجديد. عشان كده لما أبونا بيجي يترسم برضه بيرسموه إيه؟ راجل. ولما بيجي يتعامل بيتعامل مع كل الناس، رجالة وإيه؟ وستات، صح؟ لكن المكرسة أو المكرسة لما تيجي، عارفين المكرسات؟ لما بتيجي نرسم مكرسة بنرسمها إيه؟ ست، بس بنقول لها خلي بالك أنت تعاملك مع إيه؟ الستات بس، مالكيش دعوة بإيه؟ رجالة. ليه؟ لأن ربنا لما خلق حواء خلقها من آدم. لما خلق حواء خلقها من آدم. والمسيح لما جه هو آدم الجديد عشان يخلص البشرية إيه؟ كلها، رجالة وإيه؟ وستات. آخر حاجة في الخلاصة دي، نديها نفس الكرامة. نديها نفس إيه؟ الكرامة. كونوا متحد الرأي بحس واحد، مجاوبين بعض بإيه؟ بلطف. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويدينا نكون محتملين في البيت، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.